يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. وقبل ما أبدأ أحب أفكركم تصلوا معايا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش كمان تفرحوني بلايك للفيديو مع تفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم إشعار بكل جديد أنزله. وما تنسوش كمان تفرحوني بالاشتراك في القناة، ده لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا بقى نشوف كمالة قصتنا بتقول ايه النهاردة. روحت البيت وكان كالعادة الأستاذ قاعد بيحب لي في الموبايل. بصيت له وقلت بغضب: هو انت عايز تتهزق قدامهم كل يوم؟ عمل ميوت بسرعة وقال بنبرة رجاء وغضب: هي عصام ما تهزرش بقى، المرة دي بتكلم بجد. البنت دي ما ينفعش اخسرها، صدقني، دي بالذات بحبها. هو بتاعت امبارح اللي خلتك تنسى كل البنات التانية. ما في حد كده كان السبب وخلاها تصرف نظر عني، ولحقت تلاقي بديل وتحبها. دي بالذات ما ينفعش تخسرها. ايوه والله، ابوس ايدك بقى سيبني، يمكن ربنا يهديني واتجوز. بصيت له بنظرة فارغة وانا مش عارف اقول له ايه، لكن قلت وانا بضغط على دماغي: لا، انت فعلا محتاج تدخل لك الحجز يومين، تتربى وتسترجل كده وتطلع تاني. قال يتجوز؟ قال اللي كان لسه بيغير البامبرز اول امبارح. هو في ايه؟ على فكرة انا 22 سنة، يعني كبرت. انت بس اللي شايفني عيل صغير علشان اخوك الصغير مش اكتر. وهتفضل كده حتى لو بقيت 44 سنة، علشان اللي زيك عمره ما يكبر. الستات اللي هتاكل عقلك. سبته في غيظه، دخلت خدت دش علشان انام. الحقيقة عندي حاجات تانية كتير مهمة، من ضمنها عايز اعرف ليلى عملت ايه. على طول اول ما خرجت رميت نفسي على السرير ونمت. كانت ليلى في اوضتها رايحة جاية بتوتر. كانت بتبص على الساعة اللي كانت 12:30 بالليل. طلعت فستان أزرق وطرحة بيضة ولبستهم. فضلت كل شوية راح جاية عند الباب بتبص من الفتحة على اللي بره، لحد ما خدت نفس عميق وفتحت باب أوضتها. وأول ما وصلت عند باب الشقة وفتحته لقيت أخوها طالع من الأوضة التانية بالصدفة. أول ما شافها طلع يجري عليها، وهي كمان طلعت تجري وهي بتصرخ. اتكلم وقال وهو نازل وراها: اطلعي هنا يا بت بدل ما موتك المرة دي. كانت بتعيط وبتصرخ وهي نازلة تجري من غير ما تقف، ما اهتمتش ليه. وأول ما نزلت الشارع صرخت بأعلى صوت تستنجد بالناس في الشارع. ناس كتير اتلمت على صوتها، وخصوصا علشان جيرانها عارفينها ووقفوا جنبها. وواحدة ست منهم كانت موقفاها وراها وقالت بتساؤل وزعيق لأخوها: في ايه؟ هو انت مين؟ اتكلم حسام اخوها وقال بعصبية: مالكيش دعوة، انت اخ وبيربي اخته، اطلعوا منها كلكم. اتكلمت ليلى بسرعة وقالت: هي انتوا عمركم شفتوه معايا؟ ها، انا معرفوش وهو عايز يخطفني. اتكلم حسام وهو بيقرب منها وعايز يضربها: وحياة امك لعرفك وربيكي من اول وجديد. كذا حد من الرجالة اللي واقفين منعوا. ووقتها قالت ليلى بزعيق: عايزة أروح القسم حالا، ساعدوني بالله عليكم. وقتها الرجالة ماسكة حسام، كذا حد ركبوها عربية وركبت معاه وواحدة من الجيران، وراحوا للقسم. ووراهم حسام وأمه اللي نزلت متأخر واللي ركبت بعدهم ومشيت وراهم. صحيت في الوقت ده فجأة وأنا مش فاهم إيه اللي صحاني، وأنا ما كملتش 5 دقايق نايم. وده بعد ما بصيت في الساعة عرفته، والساعة كانت وقتها 12:30. وقتها قعدت على السرير بفكر، ولو اللي بيدور في دماغي ده صح فهي هتنزل من البيت دلوقتي وتطلب تروح القسم بعد الخناقة. طب ممكن كل ده وإني صحيت دلوقتي علشان أشوفها؟ طب ما يمكن هتيجي على الاسم هناك
ودلوقتي من غير تفكير كتير الحقيقة لبست ونزلت تاني بسرعة تحت نظرات أخويا اللي مستغرب، ورحت للقسم. كانت الساعة بالظبط 1. استغرب طارق من مجيي وقال بتساؤل: في ايه يا عصام باشا؟ بصيت له وقلت بتوتر غريب عليا: مفيش حاجة. بقولك ايه، لو جت واحدة معاها واحدة ست وفي خناقة بينها وبين واحد بيقول ان اخوها ومعاهم امهم، عرفني فورا. بصلي طارق باستغراب وقال: يعني حضرتك عرفت ازاي ان كل ده هيحصل؟ جالك بلاغ ان في خناقة زي دي يعني ولا؟ في الوقت ده سمعنا صوت عالي جدا بره، خرجنا نشوف في ايه. واول ما طلعت لفت نظري بنت بظهرها لابسة فستان ازرق وطرحة بيضة، واول ما لفت وكانت بتعيط كانت هي ازاي ده؟ ازاي؟ واللي بيحصل ده ايه اصلا؟ من غير ما احس نطقت وقلت: ليلى. انت ليلى؟ قلتها بصدمة وعدم استيعاب واستغراب ومشاعر كتيرة مش فاهمها. كلهم كانوا باصين ليا ومش فاهمين، لحد ما هي ردت عليا وقالت بتوتر وسط عياطها: ها ايوه، ها ايوه انا ليلى. ابتسمت، بجد ابتسمت، وسط كل المشاكل والخناقات اللي دايرة ووسط استغراب الكل اللي شايفني مجنون. وقلت بهدوء: انا عارف انت جاية ليه، انا هجيبلك حقك. بصيت لي باستغراب وقالت بعدم فهم وتساؤل: هو حضرتك تعرفني؟ ابتسامتي وسعت، ويا ريت كان ينفع اقول لها اعرفها منين، بس وقتها هبقى مجنون. وقلت: ايوه عارفك يا ليلى، مش ده المهم دلوقتي. قطعت كلامي وابتسامتي اختفت وانا ببص بحده وغضب لحسام اخوها، واخدته من قفاه بعصبيه وقلت بغلظه: المهم دلوقتي ان الحيوان ده لازم يتربى ويتعلم الادب من اول وجديد. تعالى يا روح امك انت وامك. خدته ودخلنا المكتب وورانا ليلى اللي مش فاهمه حاجه ومامتها. قعدت قدامي وقلت بحده: انت مين اداك الحق تمد ايدك عليها وتقتحم الشقه اللي باسمها؟ بصولي بصدمة وهم مش فاهمين أنا عرفت الكلام ده منين، وهم لسه محدش منهم حكى حاجة. رد عليا بخوف وبتوتر قال: يا باشا دي أختي وأنا كنت بربيها. بجد أختك؟ بس على حد علمي يعني إن أهلها دول ما كانوش موجودين بقالهم 6 سنين، ودلوقتي جايين تقتحموا حياتها وعايزين أملاكها، وكمان عنف وسب وقذف وحبة قضايا حلوة على مقاسك. توتره زاد وقال وهو عامل زي الفيران: يا باشا ما هي كانت هربانة مننا، ولما لقيناها طبيعي هعنفها، دي كانت هتجيب لنا العار. وخبطت على المكتب بعنف وقلت بغضب وتحذير: إياك ثم إياك تفكر تكذب وتطلع عليها كلام، لأني عارف كل حاجة، وأنا هنا مش بستجوبك، أنا هنا بس بعرفك مقامك اللي مش موجود، لأنك بتحب تتباهى قدام الحريم بس، لكن انت في الحقيقة فار مجاري، لا رحت ولا جيت، وكده كده هحبسك. اتكلم حسام بخوف وهو بيحاول يدافع عن نفسه: يا باشا تحبسني ليه؟ مش فاهم، انا ما عملتش حاجة ودي مشكلة عقلية، لكن حضرتك ما معكش دليل يدني يعني. ابتسمت ببساطة وقلت وانا بواجه كلام الليلة اللي كانت قاعدة مخضوضة: هو بتتابع الحوار بس. بسيطة مدام عائلي بقى نسأل آنسة ليلى: حضرتك جاية تعملي محضر اعتداء ولا تتنازلي لأهلك؟ ايه؟ اتكلمت ليلى وهي نبرتها كأنها لقت الأمل اللي هيحميها: لا، أنا عمري ما فكر أتنازل يا فندم، دول أذوني جدا وكانوا حابسيني في البيت، غير العنف والإهانة اللي تعرضت لها، والبيت باسمي وأنا جايباه بفلوسي، ومحدش منهم كان معايا طوال السنين اللي فاتت، وعندي جيران تثبت إن هم أول مرة يشوفوهم أصلا. ابتسمت بحنية ليها
وانا حاسس انها صعبانة عليا واني منجذب ليها في نفس الوقت. حاسس انها شافت كتير قوي في حياتها وتستاهل اقف جنبها. اتنهدت وقلت باطمئنان ليها: ما تقلقيش يا ليلى، انا عارف انك عايزك تتأكدي ان انا جنبك لحد ما حقك يجيلك. ابتسمت لي بامتنان وقتها. اتكلم حسام بغضب وتوتر وقال: معلش يعني، بس حضرتك من ساعة ما دخلنا وحضرتك منحاز ليها ومطلعنا غلطانين بدون حتى ما تسمع أقوال حد فينا. يعني حضرتك تعرفها منين؟ بصيت له بقرف وقلت: منحاز، أيوة. بص يا اسمك انت، أنا سبق وقلت إن عارف كل حاجة واعتبرها من دلوقتي في حمايتي الشخصية وأعرفها من زمان. منين ده بقى ما يخصكش. خلصت كلامي وندهت على العسكري وقلت بحدة: خد البي والأستاذة للحجز. اتكلم حسام برفض وقال بغضب: لا، حجز ايه؟ انا ما عملتش حاجة، وبعدين من حقي اطلب محامي. طبعا يا حبيبي، من حقك، محدش قال غير كده. دلوقتي هتدخل الحجز ومن حقك تجيب محامي، ومن حق واحبسك برضه. اتكلمت وقتها والدة ليلى وقالت بخوف: طيب انا هتحبس ليه؟ انا ما ضربتهاش ولا جيت جنبها، ده انا حتى بأمها. بصيت لليلى وقلت بتساؤل: تحب نحبسها ولا نمشيها يا أنسة ليلى؟ بصت لها ليلى بعتاب وحزن وقالت بهدوء: خليها تمشي، بس يا ريت تاخد منها وقت، ما تجيش جنبي ولا تيجي عند البيت. بصيت لمامتها اللي قالت بسرعة ولهفة: حاضر حاضر يا باشا، والله مش هاجي جنبها ولا هعتب الشارع اللي هي فيه حتى. هامشي بقى. امشي، بس مش هسيبك كتير، ها؟ في حسابات تانية لازم تخلص معاكي. اتكلم وقتها حسام بغضب وقال بزعيق: يعني ايه يا امي؟ هتسيبيني في الاخر لوحدي؟ مش انت اللي جبتيلي عنوانها وقلتيلي على مكانها؟ اتكلمت والدته وقالت بزعيق: هي اخرس، اخرس خالص، انا ما عملتش كده، انت اللي جبت العنوان وقعدت تقنعني نروح لها. والله هو بقى كده يعني؟ طب تمام، حلو اوي الكلام ده. اتكلمت بزعيق وانزعاج وقلت: يلا خده وديه الحجز، وانتي شوفي لو هتمشي ولا تنزلي معاه، مش عايز صداع هنا. اوام امهم مشيت بسرعة وحسام نزل الحجز. بصيت لليلى اللي كانت بتاخد نفسها بشكل ملحوظ وكأنها عرفت أخيرا تتنفس وترتاح، ودموعها نزل في صمت. اتنهدت وقلت بنبرة حنينة وتساؤل: أنسة ليلى، حضرتك كويسة؟ أيوة كويسة، الحمد لله، ده بفضل ربنا ثم انت. والله مش عارفة حقيقي أشكرك ازاي، من غيرك ما كنتش هتخلص من كل ده. والله ولا أي حاجة يا أنسة ليلى، المهم تبقي كويسة وبخير، وأنا هفضل متابع معاكي لحد ما أتأكد إن مفيش حد منهم هيتعرض لك ولا هيبعتوا ليكي حد، والأأمن يعني تغيري سكنك. هأغيره؟ أغيره ازاي بس؟ ده أنا ما صدقت عرفت أجيب شقة ملك بعد 6 سنين شغل علشان ما افضلش متمرمطة كتير. أنا ممكن أساعدك تبيعي دي بسعر كويس وتجيبي غيرها وأحسن بنفس السعر عادي. بجد بجد حضرتك لو تعرف تعمل كده يا ريت. قوليلي عنوانك بالظبط وهاتي رقم موبايلك وخليكي على تواصل معايا وانا هلاقيلك ان شاء الله. ابتسمت وبعدين قالت بتذكر وتساؤل: ثواني، صح، حضرتك عرفت منين كل اللي حصل ده وحتى مش عارف عنواني؟ اتوترت انا هنا وقلت بحمحمة وكلام ملهوش علاقة ببعضه: اصل يعني انا ظابط وكده، يعني زي ما انت عارفة بيوصل لنا ساعات الخناقات وكده. عنوانك يعني هو اللي وصل لي الخناقة، وما وصليش العنوان بالظبط، كنت لسه هعرف بس كنت وصلته الاسم. ايوه ايوه. بصيت لي بعدم اقتناع وعدم فهم الكلامي وبعدين قالت بتساؤل تاني: طيب حضرتك
عرفت اسمي منين؟ بصيت لها بتوتر، بعدين مسكت موبايلي وغيرت الموضوع وقلت كل دي بديهات تسأليها لظابط، المهم اتفضلي اكتبي رقمك. خدت مني الموبايل وكتبت رقمها فعلا. رنيت عليها وبعدين سجلنا الأرقام. الحقيقة مش هكدب لو قلت إنه منجذب، هو معجب بيها جدا. جايز يكون شعور بالشفقة وإنها صعبانة عليا بسبب كل اللي بتمر بيه، وجايز برضو يكون إعجاب حقيقي. هي فعلا حلوة ورقيقة وجميلة، تستاهل تتحب بصراحة. فقت لنفسي وأنا سارح فيها لما هي اتكلمت بتوتر وإحراج وقالت وهي قايمة: هستنى من حضرتك تكلمني بخصوص موضوع الشقة، وهمشي دلوقتي عن إذنك، وشكرا جدا بجد. قمت وقفت وقلت ثواني هاجي أوصلك. لا لا لا، ملهوش لزوم، مش عايزة أتعب حضرتك. أنا اتكلمت وأنا بقطعها وباخد مفاتيحي ومحفظتي. ايه اللي ملهوش لزوم؟ الساعة عدت 3 الفجر، ازاي يعني هسيبك تمشي لوحدك؟ يلا تعالي. خرجت وهي خرجت ورايا وهي حاسة بالإحراج، وأنا الحقيقة كنت في غاية سعادتي. هتقولولي ليه وأنا لسه عارفها؟ مش عارف الحقيقة، بس البنت جذباني ليها بشكل فظيع. أنا نفسي مبقتش فاهم نفسي ولا عارف أنا مين. ركبنا العربية وهي وصفت لي العنوان بالتفصيل، وكان نفس الشارع اللي بشوفه في منامي. أنا لحد دلوقتي مش لاقي تفسير لده. شكرتني ونزلت وطلعت على طول. بنت محترمة وجميلة ورقيقة، ليه الدنيا بتعمل فيها كده؟ اتنهدت ومشيت بعد ما اتأكدت إنها طلعت فوق. روحت البيت وأنا تعبان ومش شايف قدامي، وأول ما دخلت الشقة نمت بهدومي من التعب. مقدرتش حتى أغير وألبس بيجامة أو أي ترنج. هي يعني إيه عايزني أرجع البلد؟ كان سؤال ليا وهي بتتكلم في الموبايل مع حد، وكانت قاعدة على مكتب. رد الطرف التاني وكان راجل وقال: يعني لازم ترجعي علشان اللي انت عاملاه هناك في القاهرة ده، وهتفضحي العيلة كلها. ردت ليلى عليه بعصبية وهي بتعيط وقالت: هعمل ايه هنا؟ انتوا اللي مش راضيين تسيبوني في حالي بجد. انتوا كعيلة كده رامين بنتكم بقالكم سنين، ولسه دلوقتي فاكرين تسألوا عليا؟ وحتى مش علشان تشوفوني عاملة ايه، لا، ده علشان خايفين على سمعتكم. اللي انا مش فاهمة انتوا مالكم ومالي اصلا. انا قلت اللي عندي، لازم ترجعي البلد حالا وتسيبك من كل اللي فات ده، وادينا يا ستي بنصلح الغلط وعايزين بنتنا تبقى بينا من تاني. انا مش بنتكم ومش عايز ارجع ليكم، ويا مختار اهو انا بفهمك، انا اعتبرتكم مش موجودين خالص وماليش اهل، فما تجيش دلوقتي تمارس عليا دور انك ابن عمي. ويا سيدي انا كده كده متبرية منكم، فمش بجيب اسم العيلة بتاعتكم لأي حد. كل اللي عايزاه ان انتوا تسيبوني في حالي وبس. خلصت كلامها وقفلت السكة في وشه، وقعدت بعدها تعيط شوية على المكتب. بعدين فتحت موبايلها بعد ما بدأت تهدى شوية من العياط، ودخلت على المكالمات. فتحت رقم واللي كان متسجل بالضابط المنقذ. فضلت بصله شوية بتردد تتصل ولا لأ، وفي الآخر اتصلت واستنت الرد بتوتر. الموبايل رن الساعة 8 الصبح. قمت بتأفف وأنا عارف مين. رديت بملل وتعب وقلت: أيوة يا طارق. صباح الخير يا عصام باشا، تقرير الطب الشرعي وصل وفي مفاجآت كتيرة ظهرت، وغالبا كده عرفنا مين الجاني. طيب جهز لي التقارير وكل حاجة وأنا جاي في الطريق. قفلت معاه وقعدت دقيقة على السرير بفكر في اللي شفته. هو كده ده اسمه ايه؟ المكان اللي شفتها فيه في الحلم كان مكتب، والوقت كان بالنهار، يعني الكلام ده مش دلوقتي، يعني انا بشوف مستقبلها كمان. والظابط المنقذ ده انا. ابتسمت بصراحة لان بالنسبة لها منقذ، وقمت خدت دش وغيرت ورحت لبست على طول علشان ابدأ التحقيقات بالدلائل. ووصلنا لنهاية حلقتنا،
ويا رب تكون عجبتكم. بس لو عجبتكم بجد وكملتوا الحلقة للآخر، ما تنسوش دعم القناة بلايك للفيديو، وتشتركوا فيها لو لسه ما اشتركتوش، وتشاركوا القصة مع كل أصحابكم. وما تنسوش كمان تكتبوا لي رأيكم فيها أسفل الفيديو في كومنت جميل زيكم. وإلى اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.